السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية Page by Page. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بحل جميع أسئلة الأسبوع الثامن أداء منزلي أداء صفي تقييمات مادة الماث تانية إعدادي الترم الأول. قبل ما نبدأ بس دي قناتنا هي على اليوتيوب Page by Page صفحة بصفحة. علشان تلاقي القناة بسهولة اكتب بس في البحث شرح كتاب بوني رابعة ابتدائي، هتلاقي على طول أول نتيجة ظهرت الفيديو بتاعنا ده فيديو قديم، بس هتلاقي منه القناة تقدر تدخل منه على القناة. نرجع بقى تاني للفيديو إن شاء الله، وإحنا هنحل الأول اللي هو الأداء الصفي اللي هو الكلاس وورك. أول حاجة هنبدأ بيها هي الحاجات هنا بالعربي، هنترجمها مع بعض بالإنجليزي ونحلها مع بعض إن شاء الله. فنبدأ يلا بأول سؤال. هنحل الأول الكلاس وورك performance week 8 exercises on the isosceles triangle, operations on cubic roots في الألجبرا، و applications on real numbers تطبيقات على الأعداد الحقيقية. فيلا بينا. السؤال الأول بيقول in the opposite figure في الشكل المقابل measure of angle C equals 39, measure of angle A equals 102 degrees, prove that triangle ABC is an isosceles triangle. هنثبت إن التراينجل ده isosceles triangle. فيلا بينا نحلها مع بعض. هي فكرة الحل بقى في السؤال ده إن احنا هنجيب الانجل B، هنجيب الانجل بي فهيطلع 39، فهتبقى الانجل دي قد الانجل دي، وما دام الانجل دي قد الانجل دي يبقى السايد ده هيبقى قد السايد ده، وما دام السايد ده قد السايد ده يبقى هي ايه isosceles triangle. سؤال سهل جدا، يلا بينا نعمله مع بعض. هنقول اول حاجة since ABC is a triangle، بما ان ده كده triangle يبقى therefore measure of angle B هتساوي equals، هنقول بقى 180 minus 102 plus 39، فهتطلع measure of angle B بكام لما نيجي نحسبها؟ هنا 102 plus 39 يعني هتطلع كام؟ 9 و 2 11 يعني هتبقى 141. طيب 141 180 minus 141 هتطلع 39، يبقى measure of angle B طلعت بكام؟ ب 39 degrees. مادام measure of angle B طلعت ب 39 degrees يبقى ايه ده؟ وسنس measure هنقول بقى since معلش since measure of angle B equals measure of angle C equals 39 degrees، يبقى therefore دي هتساوي دي، ال AC هتبقى equal لل AB، ويبقى therefore triangle ABC is an isosceles triangle. يبقى كده حلينا السؤال الأولاني كده الحمد لله. ندخل بقى في السؤال اللي بعد كده. السؤال التاني بيقول in the opposite figure عندي CA equals CB، وعندي AD ray is parallel to BC segment، وmeasure of angle CAD equals 30. CAD equals 30 degrees. وهو بيقول بقى عايز ايه؟ find the measures of the interior angles of the triangle، يعني عايز الميجرز بتاعت دي ودي ودي.
يلا بقى بينا نحلها مع بعض. طيب هنشوف بقى ايه فكرة حل السؤال ده. اول حاجة احنا عندنا A B C، الاتنين الزاويتين دول قد بعض، وعندي ده 30 degrees. فاول حاجة هشوفها دلوقتي، انا عندي خدنا قبل كده في السنوات اللي قبل كده لما يكون في خطين parallel وبينهم transversal، يعني كده ده كده parallel ده وبينهم transversal خط واصل ما بينهم، يبقى هنا الزاوية دي بتبقى قد الزاوية دي اللي هي بنسميها ايه؟ alternate. تمام. هنستفيد بقى من الحتة دي في الشكل ده. فهنا 30 يبقى هنا 30، لأن عندي زد أهو، عندي زد أهو. تمام. طيب جبت الزاوية دي ودي 30، وبعدين هو بيقول لي الاتنين دول قد بعض، الاتنين دول قد بعض، التو سايدز دول قد بعض. ما دام التو سايدز دول قد بعض، يبقى هنا الزاويتين دول التو انجلز دول هيبقوا قد بعض. طيب نجيبهم ازاي؟ هنقول اول حاجة 180 minus 30 هتبقى 150، وال 150 دي الاتنين دول قد بعض، يبقى ال 150 دي نقسمها على 2 divided by 2 هتبقى 75 degrees. يبقى كل واحدة هنا 75 وهنا 75، يبقى احنا كده جبنا الزوايا كلها. هنقولها بقى تاني بس ايه بطريقة الايه بطريقة مظبوطة عشان نجيب الإجابة تكون مظبوطة ومفهومة. يلا بينا بسم الله. هنقول كده أول حاجة since إن ال AD parallel لل BC، يبقى أول حاجة نقولها since AD parallel to BC. تمام. يبقى therefore measure of angle CAD اللي هو مديها لنا هتساوي measure of angle هي دي اسمها ايه بقى؟ measure of angle C. measure of angle C لأن هي جوه triangle، هتبقى equal ل measure of angle C، يعني هتبقى equal لكام؟ 30 degrees. يبقى دي كده أول حاجة طلعنا بيها، كده أول حاجة طلعنا بيها. طيب بعد كده بقى in triangle ABC، جوه التراينجل ده بقى اللي هو ABC ده، عندي هو قال لي ان ال AC قد ال BC او قد ال CB، يبقى نقول AC equals to CB. تمام. هنقول since AC equal to CB يبقى therefore الانجل دي هتبقى قد الانجل دي، يعني measure of angle هنا بقى مش هنقول A لان في هنا 30 جنبيها هنا، فعشان هنا هنقول دي الانجل CAB measure of angle CAB. مفهوم انا بس الحتة دي ليه انا قلت CAB ما قلتش A ليه؟ علشان في هنا الزاوية دي والزاوية دي، فانا لو قلت ايه انت هتقولي انت تقصد الحتة دي ولا الحتة دي؟ لا انا عايز الحتة دي. ما دام انا عايز الحتة دي يبقى لازم اوضح واقول BAC او CAB. يبقى measure of angle CAB هتساوي measure of angle B. لما اقول لك B خلاص واضحة ان هي B بس مفيش زاوية تانية معاها، فعشان كده قلت B على طول equal measure of angle B. طيب دي اول حاجة. طب نجي نحسبهم بقى ازاي؟ هنقول كده هتساوي 180 minus 30. تمام. وبعدين اللي هيطلع divided by 2 divided by 2 يعني هتطلع بكام؟ 75 degrees. 75 ايه degrees، تطلع ب 75 ايه degrees. بس يبقى كده احنا جبنا كل حاجة، كده احنا جبنا كل حاجة. يبقى QED QED. تمام. ندخل في السؤال اللي بعد كده، بس قبل ما ندخل بس ايه نعيدها تاني لو مفهومة. يبقى نقول ايه AD parallel للايه للBC،
ومادام parallel يبقى في الشكل اللي هو الزد ده، يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي، يعني 30 اللي هي DAC أو CAD. لو قلت CAD صح، لو قلت DAC صح، هتساوي measure of angle C هتساوي 30. يبقى دي كده أول واحدة. والباقيين دول هنجيبهم ازاي؟ دي قد دي، يبقى نقول 180 minus 30 يعني هتبقى 150 divided by 2 هتبقى 75 QED، يعني هو المطلوب إثباته. ندخل في السؤال اللي بعد كده. ندخل بقى في السؤال دوت، بيقول in the opposite figure triangle ABC is an equilateral triangle C belongs to BD. أول حاجة equilateral يعني إيه؟ 3 sides قد بعض، التلات أضلاع قد بعض، اللي هي ال AB وال BC وال AC، التلاتة دول قد بعض. وبعدين C belongs to BD، C belongs to BD يعني C تنتمي إلى ال BD الخط ده، بحيث where CB equals CD، يعني الحتة دي CB دي قد CD دي. تمام؟ احسب لي بقى measure of angle ACD. نبص فين ال ACD اهي، عايز الانجل دي كده، وعايز measure of angle دي اهي، وعايز measure of angle BAD. BAD يعني عايز دي كلها، عايز دي ايه كلها. فيلا بقى بينا نعملها مع بعض. اول حاجة على طول، مادام دول كده هنشوف بس فكرة عملها دلوقتي، هرسمها تاني ونشوف فكرة حل السؤال دوت. طيب ايه فكرة حل السؤال ده بقى؟ اول حاجة دي كده ABC is an equilateral triangle، يعني ايه؟ الانجلز قد بعض، معروفة في الايكويلاترال تراينجل السايدز بتبقى قد بعض، والانجلز كمان قد بعض، وكمان الانجلز بتبقى كل واحدة 60 degrees. يبقى هنا دي هتبقى 60 60 60. خلاص. طيب مادام دي 60 اعرف اجيب دي على طول، دي اللي هي تعتبر هنا الانجل دي زاوية خارجة للايه للترينجل ده. يعني لو عملناها الشكل بره كده يبقى ترينجل كده، يبقى الزاوية دي ايه exterior angle للايه ترينجل ده. فيبقى ايه هي هتساوي ايه؟ هتساوي مجموع الاتنين اللي جوه دول، يبقى دي هتساوي 60 plus 60 يعني هتبقى 120. طيب دي كده ايه 120. نبص هنا بقى للترينجل التاني ده، هنبص هنا كده للترينجل التاني بقى كده، اللي هو ACD كده. ACD هنلاقي الزاوية دي قد ايه، الانجل دي ايه، السايد ده قد السايد ده، ودي عند 120. دي كده 120. مادام دي كده 120 يبقى الاتنين الباقيين دول هيبقى ايه مجموعهم 60، يعني 180 minus 120 هيبقى مجموعهم 60. والتو سايدز دول قد بعض، يبقى التو انجلز دول قد بعض، وما دام التو انجلز دول قد بعض يبقى ال 60 هتتقسم على ده وده، يبقى دي هتبقى 30 ودي هتبقى 30. يبقى انا جبت دي 30 وجبت دي كمان 30، يبقى دي كلها على بعض 60 و 30 هتبقى 90. دي فكرة حل السؤال. يلا بقى نشوف هنكتبها ازاي مع بعض. نبدأ بسم الله في حل السؤال ده مع بعض. أول حاجة هنستفيد من المعلومة اللي هو اداها لنا، إن هو قال إيه؟ إن triangle ABC is an equilateral triangle. يبقى نقول أول حاجة since triangle ABC is an equilateral triangle، يعني بما إن ال ABC متساوي، اللي هو إيه بالعربي اسمها متساوي الأضلاع، متساوي إيه الأضلاع، يبقى therefore الأنجلز هتبقى قد بعض، يبقى التلاتة أنجلز دول قد بعض، يبقى therefore أنجل إيه the angles، هنقول measure of angle BAC. ما ينفعش أقول A لأن دي A دي كلها، أنا عايز الحتة دي بس، يبقى BAC هتساوي measure of angle B
هتساوي measure of angle. ما ينفعش اقول سي على دي بس لان انا عايز الحتة دي بس، فهقول بي سي اي. measure of angle بي سي اي يعني هتساوي كام؟ هتساوي 60. هتساوي ايه؟ 60 degrees. تمام. يبقى كده جبت اول حاجة ان ايه، جبت الحتة دي كلها كل واحدة ب 60 degrees. دي 60 60 60. تمام. طيب دي كده هتخليني اعرف اجيب الانجل اللي انا عايزها، اللي هي اول واحدة اللي هي دي سي اي. طيب وسنس الانجل بقى measure of angle دي سي اي، تمام، is an exterior angle يعني زاوية خارجة for the is an exterior angle of the triangle ABC. هي زاوية خارجة ليها. يبقى therefore measure of angle DCA هتساوي 60 plus 60. هتساوي يعني measure of angle ايه؟ B plus BAC، يعني نقول 60 plus 60 على طول، يعني هتساوي 120 degrees. يبقى دي كده أول حاجة جبناها. طيب يبقى دي كده جبنا دي 120. هنقول بقى in triangle ACD. in triangle ACD. تمام. في التريانجل ده اللي هو ACD هنقول بقى since ان CD equal لل AC، يبقى كده AC equal to CD. تمام. يبقى therefore measure of angle D equal measure of angle DAC. يبقى therefore measure of angle D equals measure of angle DAC. تمام. طيب دي أول إيه، دي كده مادام measure of angle دي دي قد دي، ويبقى therefore كل واحدة منهم بكام؟ يبقى therefore بقى نكمل بقى measure of angle D و measure of angle DAC كل واحدة منهم هتساوي إيه؟ هتساوي 180 minus 120 واللي هيطلع divided by 2. واللي هيطلع divided by 2. لو مش عايزين، مش لو مش عارفين تكتبوها بالطريقة دي هتحسبوا الأول 180 minus 120 equal 60 واللي يطلع divided by 2. ماشي، عشان تبقوا فاهمين اللي احنا عملناه. 180 minus 120 لأن زوايا ايه، مجموع زوايا تراينجل 180. فال 180 minus ال 120 هتتبقى 60. 60 دي هنقسمها على 2 فهتطلع في الآخر equal كام؟ equal 30. يبقى كل واحدة منهم equal ايه؟ 30 degrees. يبقى الحتة دي هتبقى 30 ويبقى الحتة دي كمان 30. طيب يبقى احنا كده جبنا ان measure of angle دي equal 30، يعني دي كده تاني حاجة. تاني حاجة طلعناها. تاني حاجة طلعناها ان measure of angle دي equal 30. تمام. طيب ناقص بقى اخر حاجة اللي هي ايه بقى؟ ان احنا نجيب بقى الحتة اللي ناقصة دي، او خلاص هي يبقى كده دي 60 ودي 30. يبقى measure of angle BAD يبقى therefore measure of angle BAD هتساوي 60 plus 30 يعني هتساوي 90 degrees. دي تالت واحدة اهو. يبقى احنا كده ايه، measure of angle BAD هتساوي 60 plus 30 equal 90 اهو. دي 60 ودي 30 فبقت 90. يبقى كده جبنا كل حاجة QED اللي هو ايه، وهو المطلوب اثباته او required to prove اللي هو احنا ايه
اثبتنا يعني. ندخل في السؤال اللي بعد كده. السؤال ده بيقول انت opposite figure في الشكل المقابل AC intersects ال BD في ال M. ال AC intersects ال BD في ال M، وبيقول ال BC parallel لل AD. ال BC parallel لل AD، وبيقول برضو ان ال MB equal لل MC. اثبت لي بقى ان ترينجل AMD ده اللي هو دوت اللي فوق ده isosceles. طيب سهل جدا. اول حاجة هقول كده فكرة الحل بس بسرعة وبعدين هنقولها مع بعض. دلوقتي دي كده parallel دي، يبقى انا عندي هنا هنا ايه زد اهو، وعندي في شكل زد تاني اهو اهو. تمام. الشكل الاولاني هلاقي ايه الانجل دي كده قد الانجل دي كده قد دي اهو. تمام. والشكل التاني هلاقي بلون اخضر، هلاقي الانجل ده كده قد الانجل ده. تمام. لون اخضر بقى، يعني الزاوية دي كده هتبقى قد الزاوية دي. تمام. وبعدين ايه ده هو قايل لي ان الاتنين دول قد بعض، يبقى معنى كده ان الزاوية دي قد الزاوية دي، يعني دي قد دي، الانجل دي قد دي. يعني هنا ايه، يعني دي كده الاتنين دول بقى واحد، الاتنين دول بقوا واحد. وبعدين اقول بقى مادام دي قد دي ودي قد دي ودي قد دي، يبقى الاربعة انجلز دول قد بعض. ومادام الاربعة انجلز دول قد بعض، يبقى الانجل A دي كمان قد الانجل دي. ومادام التو انجلز دول قد بعض، يبقى ال AD دي كده هتبقى قد دي. ومادام دول التو سايدز دول قد بعض، يبقى هي ال AMD دي isosceles triangle. يبقى هنا دي بس فكرة حل السؤال، وهنعملها دلوقتي مع بعض. بس المرة اللي فاتت عشان بس ايه معلش نسيت في حل سؤال رقم 1 ان احنا اقول ايه لما نقول بقى دي كده كده، انا ما انساش اقول كلمة alternate. ان شاء الله هفتكرها بقى في المرة دي في الحل واحنا بنحل. تمام. هتفهموا دلوقتي وانا بحل. يلا بينا. يبقى هنحل يلا مع بعض. هنقول اول حاجة since AD parallel to BC since ال AD parallel لل BC مش لخبط parallel اهي to BC، يبقى therefore ها الانجل دي قد الانجل دي. يبقى نقول measure of angle B equals measure of angle D. ادي كده اول واحدة. وتاني حاجة therefore برضو measure of angle C هتبقى equal measure of angle A. ادي كده تاني حاجة. تمام. طيب بعد كده بقى وsince triangle MBC is أو since MB is equal to MC، هو قال لي كده since MB equal to MC MB equal to MC since MB is equal to MC، يبقى therefore الترينجل بقى MBC is an isosceles triangle. يبقى ده كده isosceles ايه triangle، ويبقى therefore measure of angle B equal measure of angle C. تمام. ادي كده تلاتة، دي تالت حاجة طلعنا بيها. ايه ده from 1 2 and 3، نقول بقى هنا from 1 2 and 3 الاربعة انجلز دول قد بعض. measure of angle A
equal measure of angle B equal measure of angle C equal measure of angle D. تمام، دي كده ايه رابع حاجة. تمام. طيب معلش همسح بقى الحتة اللي فوق وتبقوا فاهمين ايه اللي احنا بنعمله. ايه هسيب بس الحتة اللي تحت ونكمل عليها. ماشي. يبقى هنا ايه هنقول بقى كده، يعني ده التكملة بتاعته اهو. يبقى ما دام ايه measure of angle A قد measure of angle B قد measure of angle C قد measure of angle D، يبقى therefore measure of angle A equal measure of angle D. تمام. طب ما دام ال A قد ال D يبقى دي قد دي، يبقى دي قد دي، يبقى السايد ده كده قد السايد ده كده. يبقى هنقول MA، يبقى therefore بقى MA is equal to MD. طيب وما دام ال MA قد ال MD دي كده بقت isosceles triangle، يبقى therefore triangle MAD is an isosceles triangle QED. يعني احنا خلاص وصلنا للحل النهائي. MAD أو AMD نقولها زي ما هو عايزها، AMD is an isosceles triangle. يبقى كده حلينا كمان السؤال الرابع. طيب هو معلش الفيديو طول شوية، احنا الحمد لله حلينا أول صفحة في الأداء الصفي أو الكلاس وورك بتاع ايه ويك 8 أو الأسبوع الثامن. لسه في صفحة تانية والفيديو ايه طول، فخلينا نعمل بقى الفيديو على جزئين، ولسه يعني ايه هنكمل كله، يعني ان شاء الله هنعمل فيديوهات اللي جاية على طول ورا بعض بإذن الله. الأداء الصفي والأداء الايه المنزلي والتقييم بتاع الأسبوع الثامن، مش هننقل على حاجة تانية إلا ما نخلص الحاجات دي بإذن الله. فتابعونا، وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.